تعكس الشوارع المبللة بالمطر أضواء المدينة، مما يحول الشوارع الفارغة إلى أنهار من الألوان المتلألئة. يتوهج أزرق غريب من أضواء الشرطة البعيدة، ويلقي بظلال طويلة ومشوهة تتراقص مع هطول الأمطار. تعكس الأرصفة المبللة المشهد الفوضوي، وكل بركة نافذة صغيرة على عالم مشوه. يهتز صوت الرعد المنخفض في جميع أنحاء المدينة، وهو نبض بدائي في الليل البارد والمبلل. في شقة صغيرة ومتواضعة يتكشف مشهد كئيب: رجل ملقى بلا حراك أمام مرآة محطمة. تكمن وردة حمراء وحيدة بجانب الجثة، في تناقض صارخ مع المشهد العنيف. المرآة المحطمة تعكس الرعب، كل شظية صدى صغير للمأساة. يدخل المفتش سامي الشقة، ووجهه عابس، وهو يرى المشهد المدمر. سامي يمسح شقة الضحية. المشهد يتحدث مجلدات عن حياة قوطعت. يجلس فنجان قهوة نصف ممتلئ على الطاولة، وهو دليل صامت على صباح بدأ ولكنه لم ينتهي أبدا. تتنهد النافذة المفتوحة بالهروب المفاجئ أو الدخول المشؤوم، وتسمح بدخول هواء عدم اليقين البارد. عقارب ساعة الحائط متوقفة عند الساعة 11:47، وهي علامة صارخة وثابتة في الزمن، تختم لحظة المأساة. كل قطعة في الغرفة تحكي قصة، وتجمع أحجية حياة صمتت فجأة. شقة الضحية في حالة من الفوضى، الأدراج مفتوحة والأوراق مبعثرة في جميع أنحاء الأرض. تتراقص ذرات الغبار في الضوء الخافت، وتختلط برائحة أزهار مقلقة تظل عالقة في الهواء. يستطلع المساعد الغرفة بتقييم سريري في صوته: يبدو وكأنها عملية سطو فاشلة يا سيدي. تضيق عينا سامي، وينمو شعور بعدم الارتياح في داخله وهو يفحص المشهد. يمسح نظره عبر الغرفة، ويستقر على تفصيل قد يفوته الآخرون. لا، اللص لا يترك وردة، ولا يكسر مرآة دون سبب. يصرح سامي، كلماته تتدلى بثقل في الهواء المضطرب. في شقة الضحية يتلألأ الزجاج المكسور بشكل مشؤوم على الأرض، مما يعكس مشهد عنف حديث. يركع سامي، ونظرته المركزة تشرح بقايا الزجاج المتناثر، بحثا عن حقيقة خفية. كل شظية تروي قصة صامتة، وهي سرد مجزأ لما حدث في هذه المساحة المنتهكة. يمسك وميض الضوء بشظية مرآة، سطحها مشوه ومتصدع. يكشف الانعكاس عن ظل مشوه، وهو شكل شبحي يتربص خلف الإدراك. يبدو أن الظل يحمل كاميرا، وهو مراقب غير مرئي يلتقط الدراما المتكشفة. في شقة الضحية الصامتة يملأ حضور سامي مركز الغرفة بينما يبدأ مهمته القاتمة. يلتقط هاتف الضحية، وتعكس شاشته الداكنة الضوء الخافت. تتراقص أصابعه على الشاشة، وتتنقل عبر طبقات الأسرار الرقمية. يومض وميض من الاكتشاف في عينيه. يجد ملفا محذوفا مؤخرا، يثقل وزن الحقائق غير المعلنات في الهواء. بينما يتأمل سامي البيانات المسترجعة، يتوهج الهاتف بشكل مشؤوم في يد سامي، واعدا بالكشف عن اتصالات خفية في حدود شقة الضحية. يضيء الملف المسترجع على الشاشة. تتجسد صورة تطارد الألباب، وتجذب العين إلى أعماقها المظلمة. في خلفية مقهى صاخب تتربص شخصية شريرة، وجوده نذير شؤم. رجل يرتدي معطفا رماديا، يقف بشكل ينذر بالخطر خلف الضحية التي لا تشك في شيء. تلتقط الصورة الحبيبية لحظة متجمدة في الزمن، مليئة بالخوف الوشيك. المعطف الرمادي علامة صامتة على تهديد بارد ومحسوب. تومض مجموعة من الصور على الشاشة، كل منها لمحة عابرة عن حياة الضحية وعمر في المقهى الصاخب. يتصاعد التوتر تحت ابتسامات مجبرة، بينما يتبادل الضحية وعمر كلمات حادة فوق أكواب البخار، وتنافسهما واضح. تكشف اللقطات السريعة عن أعمال تخريبية خفية: شراب مسكوب عن عمد، طلب مسروق، كل منها يصعد حربهما الصامتة. يتصاعد المونتاج بتعبيرات عابرة مكثفة من العداء، وهو نذير صامت للصراع المتصاعد. في داخل مركز الشرطة الصاخب يجتمع سامي ومساعده معا، ووجوههم مضاءة بوهج الشاشة. يومض تسجيل مصور لكاميرا أمنية محببة عبر الشاشة،
وهو فيلم صامت للحياة الحضرية. عيونهم ملتصقة بالشاشة، يتتبعون بتركيز شخصية وحيدة وسط الحشد. رجل يرتدي معطفا رماديا يتحرك عبر الإطار، وهو لاعب مجهول في لعبة عالية المخاطر. ينحني سامي ويتجعد حاجبيه في تركيز، مصمما على كشف اللغز. كل إطار يقربه من الحقيقة. المعطف الرمادي منارة في الضجيج الرقمي. في داخل مركز الشرطة الصاخب تظهر قطعة جديدة من اللغز. المحققون يفحصون الملفات، والتوتر واضح، وهم يكشفون عن حلقة وصل حاسمة. تم الكشف عن هوية الرجل: عمر حسن، مصور فوتوغرافي محترف، منافس سابق للضحية. يضيف اسمه طبقة من التشويق إلى التحقيق. تتردد الهمسات في الغرفة مع تعمق الاتصال، مما يلمح إلى دافع محتمل. في غرفة التحقيق القاسية يجلس عمر، وهدوء مقلق يشع منه. يراقبه سامي بانتباه، وعيناه ضيقتان، باحثا عن أي شرخ في واجهة عمر الهادئة. يمتد الصمت، كثيفا بالأسئلة غير المعلنة والاتهامات المستترة. سكون عمر يكاد يكون مرعبا، قناع يخفي أعماقا مضطربة. ينحني سامي إلى الأمام، ونظراته ثابتة، مصمما على كشف اللغز أمامه. يتصاعد التوتر في الجو، بينما ينخرط الرجلان في معركة صامتة من الإرادات. يحاول كل منهما فك رموز أسرار الآخر. تحت وهج صارخ من أضواء الفلورسنت تتردد غرفة التحقيق المعقمة بتوتر غير معلن. ينحني سامي إلى الأمام، ونظرته الثاقبة تخترق الصمت كصياد يقترب من فريسته. يتوقف مؤقتا، مما يسمح لثقل كلماته بالتأثير، والهواء يزداد كثافة بالترقب. هل تعرف ما يهمني؟ يسأل سامي، وصوته جهير متعمد. توفي الضحية في الساعة 11:47، وهو نفس الوقت الذي توقفت فيه ساعتك، أليس كذلك؟ داخل غرفة التحقيق القاحلة يتجمد عمر، ويشعر ببرودة مفاجئة تسيطر عليه بينما تتثبت عيناه على معصمه. تشتد نظرته مركزا على يدي ساعته الثابتتين. يدرك حقيقة مرعبة بينما يؤكد الوقت: 11:47، متوقفا في الزمن. تغمره موجة من الخوف مع استيعابه لأهمية الساعة المتوقفة، مما يربطه بالغموض المتكشف. تئن الأضواء الفلورية الصارخة فوق غرفة التحقيق، ويلقي وهجها القاسي بظلال طويلة لا تغفر. يقف طاولة معدنية باردة كخط فاصل، تفصل سامي عن المشتبه به غير المرئي. تنحني سامي إلى الأمام، تحدق بنظرة مركزة وثابتة، وهي تواجه الوجود الصامت. كلماتها تخترق الهواء النقي، كل مقطع لفظي دقيق ومتعمد. لقد صورت جريمتك. تتهم سامي، وصوتها يتردد بسلطة هادئة. انعكاسك في المرآة، كشفك، تنهي كلامها، ووقع كلماتها يثقل كاهل الغرفة. في غرفة التحقيق القاحلة ينهار عمر، وتغمره المشاعر الجياشة. جسده يرتجف بالنشيج، بينما يبدأ ثقل اعترافه في سحقه. تتجمع الدموع، مما يغيم رؤيتي، بينما تتدفق الحقيقة من شفتي. كل كلمة بمثابة ضربة مطرقة تحطم الواجهة التي تمسك بها بشدة. وجهه قناع العذاب يكشف عن الأعماق السحيقة لندمه. تحت ستار الليل يلمع الشارع، عاكسا أضواء المدينة في برك متناثرة. تتلاشى صفارات الإنذار الثاقبة في المسافة، بينما تبتعد سيارة الشرطة عن مسرح الجريمة الفوضوي. يبدأ هطول الأمطار الغزيرة في التراجع، وتحمل كل قطرة آثار أحداث الليلة القاتمة. يلقي مصباح شارع وحيد وهجا غريبا، مضيئا الأسفلة المبلل، والإحساس المستمر بعدم الارتياح. الجو الذي لا يزال كثيفا بالرطوبة يلمح إلى فترة راحة قصيرة قبل أن تستعيد المدينة إيقاعها بالكامل. الظلال ترقص وتمتد، تحجب الأسرار التي ترفض الشوارع المبتلة بالمطر التخلي عنها. في هدوء مكتبه يجلس سامي منحنيا فوق مكتبه، وصوت قلمة هو الصوت الوحيد. يركز بانتباه شديد، يلتزم بالكلمات على الورق، ويصيغ تقريره بدقة متعمدة. الغرفة لا تزال هادئة، ملاذ للفكر حيث تتشكل الأفكار تحت الضوء الخافت. تتدلى لحظة تأمل في الهواء،
بينما تتردد حقيقة غير معلنة في أرجاء الغرفة. المرآة لا تعكس الوجوه فحسب، بل تكشف أيضا ما نحاول إخفاؤه. يثقل وزن الكلمات غير المنطوقة، توتر خفي تحت سطح المشهد الهادئ. في شقة خافتة الإضاءة يدخل عمر، والهواء كثيف بالتوتر غير المعلن. إنه يواجه الضحية، وظله يلوح في الأفق مع بدء المواجهة. تتصاعد الأصوات، وتندلع مناقشة محتدمة تملأ الحيز الصغير بالغضب واليأس. تصبح الشقة ساحة معركة من الكلمات، ويتصاعد التوتر في الجو بسبب الصراع غير المحسوم. في استرجاع مفاجئ تصبح الشقة القاحلة مسرحا للعنف المفاجئ. تهبط ضربة عمر الوحشية، وميض من الغضب يشوه ملامحه. تتحطم المرآة، وتعكس الواقع المتصدع للحظة. يتساقط الزجاج المتناثر، كل شظية بمثابة شهادة على الفعل المدمر. في شقة الضحية تتكشف لوحة مروعة. تتحرك شخصية عمر الداكنة بهدوء متعمد، يضع بهدوء وردة واحدة بجانب الجثة الهامدة. اللون النابض بالحياة للوردة يتناقض بشكل صارخ مع المشهد الكئيب. وداع صامت، إيماءة تطارد في غرفة مليئة بالظلال. الوردة رمز الحب والفقدان، أصبحت الآن علامة على الموت. في غرفة التحقيق القاحلة تتراقص الظلال على وجه عمر، محفورة خطوط عميقة من الندم حول عينيه. تكشف لقطة مقربة عن الارتعاش الطفيف في شفتيه، وهو دليل صامت على الأعباء غير المعلنة. نظراته شاردة، تائهة في متاهة قرارات الماضي وعواقب الحاضر. كل تجعد على جبينه يحكي قصة ليال بلا نوم وذكريات تطارد. يثقل وزن أفعاله، هالة حزن ملموسة تحيط به. في البيئة المعقمة يثقل ندمه، وهو تناقض صارخ مع الحقائق القاسية والباردة للقضية. يسود سجن صارخ تحت ضوء النهار القاسي، جدرانه نصب تذكاري الحبس. تتوقف سيارة شرطة، ويخترق صرير مكابحها الحاد. الصمت الثقيل. يظهر عمر، ووجهه محفور بتصميم قاتم، وهو يخطو على الأسفلة القاسي، كل خطوة مثقلة بالهدف. بينما يقترب عمر من المدخل المهيب، وتفتح له بوابات العدالة وهي تصدر صريرا، يختفي إلى الداخل. تبتلعه ظلال السجن، تاركا العالم وراءه. في مكتب سامي ذي الإضاءة الخافتة تعكس المرآة المحطمة صورة مجزأة. يحدق سامي بتركيز في الانعكاس المكسور، وتعبيره قناع من الحزن العميق. تغيم ملامح وجهه تأملا عميقا، وهو يتصارع مع أعباء غير مرئية. المرآة المكسورة بمثابة تذكير صارخ بماض محطم يطارد نظراته المنهكة. تتألق الشوارع تحت ستار الليل، حيث يرسم المطر الأخير لمعانا عاكسا على الأرصفة. تتلاشى أضواء المدينة في خطوط متلألئة، كل منها منارة صغيرة في الظلام الدامس. يسود الصمت، لا يعكره سوى صدى المدينة البعيد في بعض الأحيان. الهواء نقي ومنعش، يحمل رائحة الأسفلت النظيف المنعش بعد المطر. تمتد الشوارع الفارغة مثل المرايا السائلة، وتعكس العالم في حالة مشوهة تشبه الحلم. تومض الأضواء الفلورية، وتموت بينما يجد سامي المفتاح، مما يغرق المكتب في الظل. تبقى صورة ظلية سامي لفترة وجيزة مقابل التوهج الخافت للمدينة خارج النافذة. يستدير، يبتلعه الظلام بينما يتجه نحو الباب. ينغلق الباب، تاركا المكتب في ظلام دامس. تتراقص الظلال في المكتب الصامت، وتخفي الأسرار بداخله.